نبداو. احنا ما نشبهوش الاقتصاد الفرنسي، ما نشبهوش خلاص، احنا نشبهوا الاقتصاد الايطالي. ايطاليا قوة صناعية، احنا نشبهوا الاقتصاد الايطالي. انت يا مقرص يا فو. زي اليوم صبحة تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم القيامة، وقادرة تخلق 750 ألف 75 ألف منصب شغل. وفيه تجارب وفيه تجارب وفيه تجارب بزنسة ما تفوسخ مسخوط الوالدين، شي تفوسخ على راسك. ما كان والو، اقسم بالله العظيم لا كان دراهم. ان شاء الله باش يوفقني الله عز وجل وتكون لكم المفاجأة السارة أن أول مرة تشوفوا مجموعة من فتيات وفتيان تاع البلاد 26 27 سنة وزراء إن شاء الله. كتظهر لي كتدخل وتخرج بالهضرة. من رأى منكم منكرا فليغير. واش أنا نمشي نستورد المايونيز والكيتشوب وما نعرفوش، ما كاين جزائري قادر يديرها. حذاري 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 حذاري. كل شيء كذب في كذب. في 1994 القرن الماضي الولايات المتحدة في دراساتهم استراتيجية استخلصوا أن إفريقيا كلها فيها 3 دول محورية: الجزائر، جنوب إفريقيا، ونيجيريا. العربي عاود نضلك طلع. إفريقيا محتاجة بزاف. نصدر افريقيا الجنوبيه. افريقيا الجنوبيه، لوغندا، تنزانيا، الدول الفلاحيه كاع محتاجه للفوسفات اللي زانترون تاعنا. في نهايه 25 بدايه 26 كان نوصلوا للذروه 7 مليون 8 مليون دو طن، يعني باش نكونوا براتيكمون لو بلو غراند اكسبورتاتور مونديال دو فوسفات. ان شاء الله بربي. كل الناس تحتاج المخصبات نتاع الارض، لي زونغري والاساس هذا سي لي فوسفات، لي برودوي فوسفاتي. اليوم ان شاء الله ماهوش سر، لما نوصل الفوسفات لميناء عنابه نصبح اول منتج ولا في العالم، ربما ثالث منتج، ولكن اول منتج قاره وفي المحيط المباشر. ناري. لما نوصل الفوسفات لميناء عنابه نكون وصلت الى انتاج قوي جدا في الفوسفات. سون براتيكمون احنا في الدرجه الثالثه او الرابعه في المواد النادره en matière de terres rares qui valent mieux que l'or. Nous sommes 3e ou 4e dans le monde. عندنا du diamant, عندنا de l'or, عندنا de l'uranium, عندنا du tungstène, عندنا du cadmium, عندنا du cuivre. Rien n'est exploité. Pourquoi? باش نكونوا براتيكمون لو بلو غراند اكسبورتاتور مونديال دو فوسفات. انت واش واخد الضوء ديالك تجي لي بحال شويه ماشي. الفوسفات الجزائرية إنجاز اقتصادي جديد ورهان يزعج الكثير. مشروع الفوسفات المدمج هو الأول من نوعه بالجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة بقيمة 7 ملايير دولار أمريكي. ما عندنا ما نديرو. استثمار جديد سيدر عائدات معتبرة بالعملة الصعبة، ستنعش الخزينة العمومية وتخفف تبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات. أموال باهظة تيجيش غتكون أموال تترعرع. يتم حاليا إنشاء شركة مساهمة بموجب قانون الجزائري لتحقيق مشروع الفوسفات. الجزائر تعول على البدء في استغلال الفوسفات وستتفوق حتى على المغرب. الله تبارك الله. شكرا. مشروع سيضخ في خزينة الجزائر أموالا طائلة وسيحرك عجلة التنمية فيها أكثر. وهل الاستثمار يزعج الجارة المغربية التي تعد من أكبر المستثمرين في الفوسفات؟ تبارك الله. وهل الاستثمار
فيه يزعج الجارة المغربية التي تعد من أكبر المستثمرين في الفوسفات. يا بنادم كيدي مجمع سوناتراك يسرع الخطوات الأخيرة قبل دخول مشروع الفوسفات المدمج شرقي الجزائر مرحلة الاستغلال الفعلي. سوف يعمل هذا المشروع على استخراج 10 مليون طن سنويا الفوسفات. منجم الفوسفات بولاية تبسة عينة صغيرة عن الإمكانيات المنجمية الضخمة التي تسخر بها بلادنا. يا باص والله لا باص. لتتبوأ بذلك الجزائر المركز السادس عالميا في احتياطي الفوسفات بقيمة تتجاوز الملياري طن. عجوبة. بما يحقق مداخيل عالية من العملة الصعبة تقدر بحوالي 4 مليار دولار سنويا. الفوسفات تاعنا من نوعية من عنده جودة عالية ما تعرف بها. عندنا ملايير الأطنان تاع الحديد الخام في كراج بيلات، نسرع باش نجيبها باش ما نستوردش، يعني ربحت مناصب الشغل وربحت العملة الصعبة وربحت كذا وربحت كذا. تخربق انت هذا ما فهمت واش من لاريا. تبون وصل راكم تشوفوا في امامكم، تلقاها العسكر، هو كي نزل ها هو معاه شنقريحه في الطياره، ها وشنقريحه يسلم على قائد الناحيه العسكريه، ها هما مستقبلينه العسكر، هذا في مطار مدني، وهو نافخ اوداج ويعتقد في نفسه صحيح رئيس جمهوريه. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام. ها وتحيه تاع العلم، ها ومعاه شنقريحه ديما مرافق ليس، يعني اللي ما هوش هو السيده الاولى هو تبون، يعني مستحيل يكون تبون الاخر هو السيده الاولى، ها معاه دائما. ضباط ما راحش لتندوف باش يتلقى الشعب يتكلم مع الشعب، هو يهمه يرضى عليه العسكر لانه عارف بانه الشعب هم 4 طيارات يحيي فيهم. يعيشان فماذا يصنعان؟ بينكي معه برين. حلية كما سيغني الجزائر عن استيراد هذه المادة ليتم التوجه بعدها للتصدير ما من شأنه الإسراع في تحقيق وثبة في الاقتصاد الوطني. مشى لغار جبيلات تما وشلنا غار جبيلات باقي ما كاين والو، باقي ما كاين حتى حاجه. ارتأت السلطة التنفيذية التوجه للاستثمار في قطاع المناجم من بوابة منجم غار جبيلات الذي يعد أكبر منجم حديد في العالم باحتياطي يقدر ب 3.5 مليار طن. دابا معلم فونديتو، لا فونديتو مزيان الصف. منها 1.7 مليار طن يمكن استثمارها بنسبة حديد تقدر ب 57%. اسمع غير 17 مليون اعطاوهم 200 مليون اعطاوهم مليار و825 مليون، ارقام خياليه بالجزائر. على هذيك خرج عندنا رئيس مهبول قال لهم بامكاننا تحليه البحر كامل، على خاطر عندنا مشكل مع الارقام. وسوف تتوجه تحل انها رساله للخصوم نتاعنا والاعداء نتاعنا اللي ما يحبوش يخلوا الجزائر يعني مطمئنه مستقره، عارفين بالاستقرار يؤدي الى نمو الى طفره، والحمد لله حفظها الله البلاد بخيرات كبيره، وان شاء الله منا وجاي الخيرات المناجم اللي راهي موجوده منها غير جبيلات راح تكون هذه المنطقه راح في المستقبل عندها تولي احسن من دبي ان شاء الله. المناجم اللي راهي موجوده منها غير جبيلات راح تكون هذه المنطقه راح في المستقبل عندها تولي احسن من دبي ان شاء الله. ودي احسن نقول هذه هي اول شحنه تصدير منتوج لارجل الدجاج الطازج نحو دول الفيتنام، اعطى لها وزير التجاره اشاره الانطلاق من ولايه المديه. شنو المصنع الموجود في تصدير 100% أرجل الدجاج إلى الصين والفيتنام وغير ذلك، وشفنا النوعية وكن سعدنا أننا أطلقنا أول شحنة فيما يتعلق أرجل كما نقول منزوعة العظام. الوزير وقف على كيفية جمع وتنقية وتحويل هذه الأرجل إلى منتوج يرقى إلى معايير التصدير من جهة، وكذا تحويل ما قد يعتبر عندنا فضلات ترمى في القمامة إلى مصدر للتصدير من جهة أخرى. أول شحنة لتوجه من الجزائر إلى دولة الصين، وهذا شيء يشرفنا وشيء يفرحنا في نفس الوقت، لأن شفنا صاحب المصنع عنده طموح في تطوير وتوسيع هذه المهنة، وطموحاته أنه يصل إلى رقم أعمال تصدير يفوق $6 ملايين، وهذا شيء رائع.
الشغل عامل ايه؟ الحشيش تمام؟ حاجه هايله قوي. اشياء احنا نرميها كالعين تاع الدجاج، احنا بالنسبه لنا فضلات، لكن هو يجيبها من الولايات ويخدمها يعني ما شاء الله، ويدخل اموال طائله. ربي يزيد له ان شاء الله، وربي يزيد له اضعاف واضعاف واضعاف. تشوفوا الافكار، فيه زملائكم يصدروا الاسكارغو بوجغللو. مكتب ارتفاع رهيب لأسعار الدجاج، اللحوم البيضاء وبسعر الدجاجة الواحدة يتخطى مبلغ 1000 دينار. نعيش غاية راك فاهم. مشروع وظف أكثر من 260 عاملا وجلب للبلاد العملة الصعبة في وقت شحت فيه مصادر الدخل وأفحت فيه أسعار البترول مصدرنا الوحيد للدخل تعيش أدنى مستوياتها. ولا مرض كيدير يا صاحبي، عصبوني والله تتعصب. راك يقولوا لنا الزمان حاضي باب جارك ومخلي الفار يلعب دارك.